في ناس انا اعرفها دايرة علاقاتها كبيرة جدا، تلاقي فلان يعرفها وفلان يعرفها وده يعرفها وده يعرفها، يعني عندهم شهرة في البلد بتاعتهم او في المكان اللي هم موجودين فيه، شهرة تحسهم ان هم بقى ممثلين عايشين معاك. وفي ناس اللي يعرفهم يعني يبقى ابوه وامه واخواته وكم واحد من صحابه، وانا من ضمن الناس دي. يعني ما عنديش دايرة علاقات كبيرة ولا دايرة علاقات قوية بمعنى صح. بس هل انت لما تكون عندك دايرة علاقات كبيرة او ما عندكش دايرة علاقات، هل انت ده هيأثر بانك انت تكون بني ادم ناجح او بني ادم فاشل؟ احب اقول لك بمعنى صح، دايرة علاقاتك دي يعني انت عندك دايرة علاقات كبيرة وقوية وشايف نفسك فيها علينا يعني والكلام ده. احب اقول لك دايرة علاقاتك دي لونها، علشان مش هتفيدنا بحاجة. اقول لك على حاجة، اللي هيشيلك النهارده مش هيشيلك بكره، واللي هيقف جنبك النهارده مش هيقف جنبك بكره. فدايره علاقاتك اللي انت فرحان بيها دي مش هتفيدك. ولو انت مثلا راسم بانك انت تكون عندك دايره علاقات وغيران من صاحبك ولا من قريبك اللي عنده دايره علاقات كبيره وقويه وانت عايز تكون زيه، فحب اقول لك على نصيحه تعدل اللي انت غيران منه، وتبقى انت بني ادم كل الناس تعرفك بمعنى صح، انك انت تكون بني ادم ناجح. هتقول لي ليه اكون ناجح؟ ما خليني بني ادم عادي، النجاح ده بيخلي الواحد يتعب ويطلع ميتين كذا. طب خلينا بني ادم عادي، يعني مش شرط ان انا اكون ناجح. اقول لك لا، البني ادم العادي في الدنيا منه دي كتير جدا، بس البني ادم الناجح قليل، يتعدى على الصوابع. ولما انت تكون بني ادم ناجح هتلاقي الناس بتطير عليك عامله زي النمل. ليه؟ اللي عايز يقعد معاك، اللي عايز يتصور معاك، اللي عايز ياكل معاك، اللي عايز يخرج معاك. تلاقي الناس كلها بقت صحابك، ان كل الناس بقت تحبك، كل الناس ما اصدقاء ليك، كل الناس بيست فريند بتوعتك، كل الناس بقوا اصحابك. دايره علاقاتك كبرت بشكل رهيب اول انت ما بقيت ناجح. هتقول لي طب انا كده ده الناس دي بتحبني وكده وانا عديت اللي انا كنت غيران منه وخلاص انا عملت دايره علاقات والناس دي هتشيلني وقت ما. اقول لك لا، اوعى تستند على الناس دي، علشان دايرة علاقاتك انت لو هتستند عليها هتنفعك النهارده بس مش هتنفعك بكره. هتقول لي طب استند على مين يا يوسف؟ اقول لك استند على ربنا سبحانه وتعالى، ثم نفسك. ثم نفسك، انت اللي هتشيل نفسك، مفيش حد هيشيلك. وانت اللي مثلا متكل بانك انت تستند على ده النهارده، ممكن ان انت متاكد ان انك انت تستند على ده ممكن يغزوك، ممكن يوديك في 60 داهيه، ممكن يكبر دماغه منك وما يحطكش في دماغه. طب وليه؟ انت استند على نفسك. وغير كده دايرة علاقاتك دي لما ان شاء الله تكون انت بني ادم ناجح وتنجح وتكسر الدنيا باذن الله، يعني دايرة علاقاتك اللي هتكون كبيرة حواليك دي، عايز اقول لك على حاجة، دي عبارة عن وشوش متلونة بس حواليك، عاملين ان هم صحابك وان هم بيحبوك وان هم عمرهم ما يتخلوا عنك ومعاك على الحلوة والمرة والكلام ده كله. بس الكلام ده كله في الفشنك، الكلام ده كله بلح ملوش اي 60 لازمه. ده هم قاعدين معاك وعمالين يتصوروا معاك ويخرجوا معاك والكلام ده كله علشان عايزين يتعلموا منك ازاي انت نجحت، علشان ياخدوا من خبرتك اللي انت كسبتها على مدار 20 سنه، وهم ياخدوها مثلا في كلمتين ثلاثه علشان يبقوا ناجحين زيك ويعدوك. فهي لغه البشر لغه رهيبه ولغه صعبه بانك انت تفهمها، ولو فهمتها هتتعب منها، علشان هتكتشف في الاخر بان كل واحد في الدنيا دي يلا نفسي. فانت بالتالي لو انت مستند على حد من الدنيا دي، او احب اقول لك بانك انت هتتغزو خازوق عمرك ما شفت قبل كده. فانت بالتالي لازم تستند على ربنا سبحانه وتعالى، بعدين ثم نفسك. مفيش حد هيشيلك في وقت ضعفك غير ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش حد هيوقفك على رجلك غيرك انت وربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فدي وجهة نظر وانت حر في حياتك. انت قادر تكون دايرة علاقاتك كبيرة او دايرة علاقاتك صغيرة، بس ده طبعا ملوش اي تأثير على نجاحك وفشلك. وانت قادر تكون بانك انت فقير وقادر تكون بانك انت مالتي مليونير. فدي وجهة نظري وانت حر في حياتك. كان معاك يوسف مؤمن، سلام.